ماشي، بخصوص تاني جزئية في شابتر 2، وهي بتتكلم عن التحليل في ال2D. تحليل 2D بعدها تحليل في ال3D. تحليل 2D معناه ايه وبنستعمله امتى وفي ايه؟ تمام. تحليل 2D انا باختصار بشتغل على اكس وواي. عندي محورين، محور اكس ومحور واي، محور اكس ومحور واي. تمام. هدفي ان انا ابسط كل القوى اللي على الجسم ليه قوة محطوطة على الواي سواء فوق أو تحت، وقوة محطوطة على الإكس سواء يمين أو شمال. هدفي ما يكونش فيه أي قوة في النص. تمام. وبعد كده الهدف من كود أنا هطلع إيه؟ هطلع اف واي السمشن بتوعهم. يعني لو طلع لي مجموعة فوق ومجموعة تحت، دول مثلا سهمهم لتحت دول سهمهم لفوق، أطرحهم من بعض، أطرح اللي فوق من اللي تحت، الموجب من السالب. عندي مجموعة هنا ومجموعة هنا، هعمل دول ماينس دول، الموجب من السالب. تمام. فانا هدفي هجيب سمشن الاف واي سمشن الاف اكس. تمام. وعشان اجيب بقى الريزلتنت اللي هي المحصله بتساوي اف واي بار 2 بلس اف اكس بار 2. تمام. ولو عاوز اجيب الثيتا فدي هقولها تحت، بس ما علينا. تان الثيتا بتساوي تان انفرس اف واي على اف اكس. دي ليها قصه طويله هقولها تحت، ما علينا. اول حاجه اجيب ازاي الاف واي والاف اكس. مثلا في المثال ده، تمام، عندي فورس اف واحد. هل اف واحد دي محطوطة على الاكس او الواي؟ تقول لي لا، هقول لك يبقى تتحل. يا اما بحللها يا اما بسيتا يا اما بمثلث. لو معايا سيتا فاني محور من دول قريب، انا تقريبا هحللها على الربع ده، على الربع الاولاني بين ده وده. اكيد مش هحللها الناحيه التانية، هحللها في الربع اللي هي فيه. هي في الربع الاول فهحللها في الربع الاول، هحللها بالسيتا. اني محور من دول اقرب للسيتا؟ السيتا اقرب لمحور الاكس، يبقى اف كوزين سيتا. يبقى التاني اف 1 ساين سيتا. تمام. ده اتجاهه كده وده اتجاهه كده، على حسب اتجاه السهم ده. خارج يبقى دول خارجين. طيب اف 2 اول سؤال تساله، هي على الواي او على الاكس؟ هي على سالب الاكس. احللها تاني فين؟ ما ينفعش احللها تاني. احللها هي اصلا موجوده على سالب الاكس، فخلاص كده ملهاش تحليل، هي كده متحلله. تمام. السمشن الاف واي، فانا عندي ايه على الواي؟ ما عنديش الا دي، فهو بيساوي اف 1 ساين سيتا. طب سمشن لاف اكس، ده سهم عكس السهم، اعمل اليمين ماينس الشمال، يبقى اف 1 كوزين سيتا ناقص اف 2. يطلع لي رقم، ده الاف واي وده الاف اكس. ماشي. نيجي هنا للمثلث. انا عندي مثلث، تمام، نفس الفكره. انا هو في الربع الكام؟ في الربع الاول. ماشي. انا عندي السيتا دي هي السيتا دي، تمام، فانا هستعمل دي. في معلومه حلوه كنت واخدها من اعدادي، كان بيقول لك سهى كحت على تقى. سهى كحت على تقى، يعني ايه سهى كحت على تقى؟ الساين اوبوزيت على الهايبوتنس، مقابل على الوتر، والكوزاين ادجيسنت على الهايبوتنس، يعني مجاور على الوتر، وتقى اللي هي تان اوبوزيت على الادجيسنت، مقابل على المجاور. تمام. فانا هنا المثلث قريب لمين؟ الاكس اكسس برضو، يبقى القريب كوزاين ادجيسنت على هايبوتنس، ادجيسنت اللي هو مجاور اللي هو الأربعة على 5، يبقى اف مضروب في 4 على 5، وهنا اف 3 على 5. تمام. نيجي هنا، لو الفرصة داخلة مش طالعة، تمام، يعني احنا هنا دي الأسهم هتبقى طالعة برضو، بعمل ايه؟ بحلل زي اللي فاتت بالظبط. هنا هتبقى اف 1 كوزين سيتا بين اف 1 ساين سيتا، بس ايه؟ مش السهم ده داخل، يبقى دول داخلين. تمام. هاجي اجيب سميشن اف واي بسالب اف 1 ساين سيتا. طب ليه سالب؟ لان السهم لتحت، فده يعتبر هنا عند سالب الواي، فهي بسالب. ماشي. وهنا سميشن اف اكس، هعمل ده ماينس ده، اف 1 كوزين سيتا ناقص، لا ثانية، بص ازاي انا غلطت. انا غلطت هنا. ليه؟ لان ده يعتبر هو اللي هنا، والسهم ده هو اللي هنا، فهعمل ده ماينس ده مش العكس، فهتبقى اف 2 ناقص اف 1 كوزين سيتا. تمام. بعمل اليمين ماينس الشمال، ده رايح يمين يبقى ده اللي هعمله الاول، ماينس الشمال اللي رايح سالب. تمام.
نيجي هنا نفس الكلام، مثلث بس السهم لداخل. هعمل ايه؟ تبقى هنا F1. هنا قلنا سوها تحت على تو. هنا مين هنا عاوز كوزين adjacent على الهايبوتنس، مجاور على الوتر، يبقى 3/5. هنا F1 4/5. طبعا انا عكست هنا مثلث عشان اللي يقول ازاي اختلفوا عن بعض. الفرق ان السهم داخل والسهم داخل، ان السهم ده داخل والسهم ده نازل. يبقى سميشن الاف واي بيساوي ده زائد ده، لان هما الاتنين نفس الاتجاه في واحد، والاتنين سالب عموما. 4/5 زائد، يعني هما في الاخر خالص هكتبهم بالسالب F2. طب وسميشن اف اكس سالب F1 3/5. ليه؟ لان السهم يعتبر هنا في الجزء الشمال. تمام. هو فاهمك ايه فايدة الاشارات. احنا كده قلت تقريبا معظم افكار التحليل في ال 2 دي. هقول لك بقى انا ليه مهتم بموضوع الاشارات وهي بتفيدني تحديدا في ايه. ماشي. هاجي هنا لجزئية الدايركشن. ماشي. وماشي انا عندي التان او سيتا بيساوي تان انفرس اف واي على اف اكس. اف واي واف اكس دول اللي انا ايه قاعد بجيبهم من فوق. تمام. تمام. هل انا هنا بكتب اشارات؟ يعني لو اف واي بسالب بكتبها بسالب؟ لا 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 لا، ما بكتبهاش باشارات. هي سالب بكتبها موجب، هي موجب بكتبها موجب، هي حاجه هكتبها موجب. ماشي ماشي. طب هتقولي انت قاعد بتهري فوق وعاوز اشارات 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 ليه؟ اقول لك مثلا لو انا هنا كان عندي الاف اكس سالب، سميشن اف اكس بقيمه سالبه، وسميشن اف واي بقيمه موجبه. يبقى انا في الواي الموجب والاكس السالب، يعني انا في الربع التاني. هدفها احدد انا في انهي ربع. طب ماشي تاني، اف اكس موجب واف واي موجب. تمام. يبقى انا فين؟ في موجب الاكس وموجب الواي، يبقى انا في الربع الاول. طيب لو انا عندي الاف اكس سالب والاف واي سالب، يبقى انا في الربع التالت. طب الاف اكس موجب والاف واي سالب، يبقى انا في الربع الرابع. تمام. تمام. هدفي من ايه؟ ان انا هنا بحدد مكان الريزلت. يعني لو الاتنين موجب فانا هبقى هنا. تمام. الاتنين موجب يبقى انا هبقى هنا. تمام. يبقى الثيتا اللي هتطلع لي هي دي. طب ماشي، ثانية. لو انا كنت في الواي الموجب والاكس السالب، يعني انا في الجزء ده الريزلتنت بتاعتي هنا. تمام. تمام. بقى انا الثيتا اللي هتطلع لي دي اني دي اللي هنا اللي مع محور اكس. تمام. ماشي. وخد بالك خد بالك، عادة بيقول لي انا عاوز الدايركشن كاونتر كلوك وايز. يعني ايه كاونتر كلوك وايز؟ يعني مثلا انا عندي الفورس هنا، فانا بحط صباعي على الاكس اكسس وبروح لاتجاه القوة باتجاه ايه؟ هو قايل لي عاوز كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. لو قال لي كاونتر كلوك وايز يعني عكس عقرب الساعة، فبمشي كده لحد ما اوصل للقوة، يبقى هو عاوز دي. طب لو قال لي مع عقرب الساعة، مش كل ده. طب لو ما قاليش، يبقى هو عاوز عكس عقرب الساعة. تمام تمام. فاحنا هنا هنفترض كل شغل ان هو كاونتر. تمام. لو نفترض كل شغل ان هو كاونتر يبقى هو عاوز ايه؟ هو عاوز كل دي. طب كل دي اجيبها له ازاي؟ اعمل 180 ناقص السيتا اللي انا جبتها من القانون. طب ماشي، نعمل قلم لون تاني. لو انا هنا اللي هو الاف واي بتاعتي بسالب والاف اكس بتاعتي بسالب، طبعا انا قلت ما بكتبهمش هنا، محدش ينسى. الثيتا هتطلع لي مع الاكس اكسس اللي هتطلع لي دي الثيتا اللي هتطلع لي. تمام. تمام. الثيتا دي انا عاوزها؟ لا، انا عاوز كل دي اللي مع موجب الاكس. طب اجيب كل دي ازاي؟ اعمل 180 بلس ثيتا. طيب لو انا في الربع الرابع، ثانية. لو انا في الربع الرابع يبقى هو هتديني الثيتا دي اللي مع الاكس اكس. ماشي. لو هو عاوز كاونتر كلوك وايز يبقى انا عاوز كل دي، فهعمل ايه؟ 360 ناقص الثيتا. طب لو قال لي كلوك وايز يبقى الثيتا على طول، لان انا هنزل كده اهو كلوك وايز على الاكس اكسس، امشي مع عقارب الساعه لحد ما اوصل للقوه. تمام. تمام. فبس ده بخصوص الدايركشن. عشان كده انا قاعد بهري معاك فوق بقول لك اشارات ومش اشارات، عشان الاشارات هتحدد لي انا في الاول ولا في التاني ولا في التالت ولا في الرابع.
عشان ده اللي هيحدد السيتا هتبقى كام. السيتا اللي بتطلع لي من هنا مش هي السيتا صح دايما، يعني لو هنا هطرحها من 180، لو هنا هجمعها على 130، لو هنا هطرحها من 360 وهكذا. تمام. فاتمنى الحته دي تكون مفهومه، انا اثبتها لك عشان ما اصدمكش. يعني لما اقول لك ان دي سيتا فانا عارف ان الخط عليه كله 180، فاعمل 180 ماينس السيتا يديني الجزء اللي فوق. دي العكس، عاوز الخط كله 180 فهجمعها، ودي برضو شرحتها. تمام. فانا يهمني تكون فاهم ما تبصمكش. تمام، عشان الاسئله دي يعني من الاسئله اللي ممكن تضمنها من الامتحان، فما تجيش يعني تحل الامتحان صح وتغلط في اسئله زي دي. وبس كده، هيبقى لنا فيديو تحليل ال 3 دي وكده يكون شابتر 10 خلص. ان انا منزل دوت برودكت والبروجيكشن فيديوهات قبل كده في كل الجروبات.